هو مين في مصر ما بيفطرش فول؟ تقريبا 90% من الشعب المصري بيفطر فول كل يوم، حتى عمرو كمان بيفطر فول، صح يا عمرو؟ بفطر فول. وانا كمان بفطر فول. النهارده احنا رحنا مخصوص لعربيه فول كريم فرج اللي موجوده في الاماريه في شارع السواح، متفرع من الخليج المصري، متفرع من حسن فرحات. اوصلوا هناك بس واسالوا على عربيه فول كريم فرج او فرج والناس هتدلكم. كريم تواصل معايا وقال لي تعالى جرب الفول عندي وقول لي رايك يا سندباد. قلت له تمام، وشديت الحزام ورحت على هناك اوام. وصلت انا وعمرو وكان بكار على الانتظار. عربيات الفول في مصر منتشره بشكل كبير جدا، تقريبا في كل شوارع مصر، ومن زمان واحنا كلنا بنفطر فول عليها او حتى بنجيب منها فطار للبيت. والمعروف عن عربيات الفول انها بتبيع فول حسب ما تحب، ضربات او سندوتشات او اكياس فول للبيت والفطار الجماعي. لكن مؤخرا بدا يبقى فيه تنوع وتميز، وكريم فرج من الناس اللي اتميزت واتشهرت في الاماريه بالفول بتاعه، وكمان الاصناف الجديده والمختلفه اللي بيقدمها مع الفول واللي بيعملها ويجهزها بنفسه. هنعرفها دلوقتي مع بعض. كريم هنا ما شاء الله معروف في المنطقه وكل الناس بتفطر عنده وبتشكر في اكله. ايه رايك في الفول بتاع المعلم كريم؟ 10 كده 100 100 يعني؟ 100 100. تفطروا هنا كل يوم؟ 10 على 10. تفطروا هنا كل يوم يعني؟ كل يوم طبعا. الصلاة على النبي. فبص بقى يا عمرو، انا هروق عليك النهارده وهفطرك فطار رايق. وصل بكار ومعاه الفطار، طبق الجبنه بالطماطم، خيار مخلل، طبق الجرجير والبصل، وسلطه الجبنه القديمه، وسلطه خضار، وطبق طحينه، وميه السلطه اللي اساسي مع الفول والفطار ده، بتنجان مقلي وفلفل شطه، وطبق فول اسكندراني، وطبق فول عادي، وطبق بصل بالخل والليمون، والعيش الطازه الصابح اللي يفتح النفس. تمام يا دولي. عمرو كان مبسوط بالمنظر الجامد ده. لسه باقي الطلب، بطاطس بالجبنه والزيتون، وطبق بيض بالطحينه، وطبق زيتون وفلفل اخضر، وطبق بيض بالطحينه لعمرو علشان ما يزعلش، وطبق بطاطس بالجبنه برضو لعمرو عشان ما يزعلش تاني. تسلم يا بكار، كده الكلام بقى تمام. عمرو هيبدا يقلب الفول اوام اوام لان ريقه جري ومش هنلحقه. عمرو اول لما شاف الاكل كده قال لي سندباد انا هقلع الجاكيت ده، الموضوع شكله كبير قوي. اقلع يا عمرو وخد راحتك، كلنا معاك، ربنا يستر. خد رغيف عيش طازه واللي عرفنا انه دايما بيتقدم طازه اول باول من الفرن عليه. عمرو عمل لقمه فول دمار وعلى بقه طار وقال حلو الكلام. والبطاطس بالتوابل وصلت كمان، صباعين طايرين حايرين على بق عمرو لزوم التسخين. ويدخل بكار بطبق الطعميه المية مية. الكلام كده عمال يحلو، لقمه بطاطس بالجبنه الرومي المبشوره والزيتون وغطس في الفول، وعمرو يدخل باللقمه على طول في الجون وقال الفول خيال، حتى جرب يا سندباد. قلت له ما هو باين يا عمرو، بس سيبك تستمتع الاول مع نفسك وهدخل بعدك. عمل اللقمه التانيه بالفول ومعاها الليمون المعصفر اللي كان طالبه مخصوص لانه بيحبه جدا، وقال انا بحقق احلامي النهارده ولا ايه. ودي يا عمرو وروق على حالك وانبسط. خش سخن الكلام يا عمرو، خش بقرن فلفل شطه وسافر بيه على المحطه، وملح الحوار بحته خيار مخلل. الشطه لسعت عمرو فقال يخش يهدي الكلام شويه بلقمه جبنه بطماطم وطحينه وياخد لقمه متينه، اقصد لقمتين. هيخش بعد كده على الطعميه وياخد صابع طعميه ويقول القرمشه 100 100. وكان مركز قوي مع البطاطس المقليه اللي عليها جبنه وزيتون ويقول الاختراع ده عجبني قوي، وكل منها كتير وحط منها على الطعميه ودخل غطس في الطحينه وعمل مع اللقمه السليمه. يزحلق الكلام بشويه ميه سلطه لزوم التسليك مع عود بصل اخضر لزوم الروقان ويبقى في التمام. وهبدا انا بقى اشوف الكلام على ايه ونسمي وندوق علشان الكلام يروق. رغيف العيش الطازه اللي يفتح النفس، وطبق الفول الاسكندراني اللي بالزيتون، واحلى لقمه مظبوطه وفي الجون. ونخش على البيض المدحرج واللي كان لونه ذهبي ورايق، واخد قطمه في التانيه ونزلت البضايه كلها من غير عيش، وزحلق الكلام بشويه ميه سلطه اللي كانت مظبوطه وطعمها حلو قوي. واشوف بعد كده البطاطس اللي عمرو شكر فيها كتير، واعمل لقمه كبيره بالحب والتقدير. بطاطس مقليه عليها جبنه رومي مبشوره وزيتون، كانت حلوه فعلا، وطعم الجبنه والزيتون مع البطاطس حلو خالص مالص. نخش على طبق السلطه الجبنه القديمه، جبنه قديمه عليها شويه زيت وطحينه وزيتون، وناخد لقمه هنيه والاقي الطعم جامد ومية مية. هخش بعد كده على الطعميه. ها صوت القرمشه باين. طعميه كانت مقرمشه كده ومستويه ورايقه. لقمه صغيره فيها طحينه ميكس مع الجبنه البيضاء اللي بالطماطم والطحينه، ودي لقمه ميكس انا بحبها قوي. واودي يا معلم نعلي طعم الجمدان شويه ونزود جبنه. خد يا سندو، عمرو بيصبح عليك، ازلط البيضه المدحرجه دي وزحلق الكلام وكله في التمام. هرجع لعمرو واقول له عمرو شكلك هفتان، ما تعمل لك سندوتش دمار. والله يا ابني انت عندك حق، يلا بينا. العيش هنا بقى بيتعمل ازاي؟ تاخد نصين بطريقه جديده في القدماء المصريين. نصين طريقه جديده من القدماء المصريين. شكلك فاهم يا نص. مفعول الفول اشتغل. نعمل كده. عمرو هيعمل مركب ويعبيه وبعدين يسافر بيه. هيعمل سندوتش المدرعات، طعميه على بتنجان على بيض على طحينه، وكده اتملت السفينه. ودي يا عمرو ودي وبسرعه وبلاش تهدي. الف هنا يا حبيب قلبي. عمرو كان رايق ومبسوط ومش محتاجين نساله عن رايه لانه كان باين كده كده. هو بس قال اي نعم انا اتاخرت على الشغل، بس كده هروح الشغل بضمير. والفطار ده اساسي، بعده لازم يكون في كوبايه شاي مظبوطه علشان نحبس على الكلام. وفي النهايه حابب اقول لكم ان انا كمان كنت مبسوط وعجبني الفول والاصناف والاكل عموما هنا عند كريم، والحمد لله كانت تجربه حلوه وعجبتنا. وبشكر كريم على العزومه الجميله دي وبقول له ربنا يزيدك يا غالي ويوسع عليك. ازيك يا جدعان؟
ان شاء الله الفيديو ده يطلع يكسب له. ان شاء الله الفيديو لازم يطلع يكسب له عشان بكار ما يبقاش محتار. ادي رايك. فول جامد دمار. وفي النهايه بقى اللي جرب الفول عند كريم في القمريه يقول لنا رايه في التعليقات، واللي لسه ما جربش وناوي يجرب لما يجرب يقول لنا برده رايه. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير علشان اقدر استمر على خير. ومع السلامه يا غاليين، نشوفكم في فيديو قريب وجديد.